بس. من شدة جوعه أول ما شاف الأكل من فرحته عمل حمام. وهنا الأوفياء يا حضرات ما بيعملوش حمام إلا في حالتين، يا إما خايف جدا وهنا بيبقى ديله بين رجليه، أو فرحان جدا وديله بيلعب ومبسوط. خليني أحكي لكم قصة الوفي اللي قدامكم دوت وإيه السبب اللي خلاه يهجم عليا. كنت في زيارة لإحدى القرى الريفية في محافظات مصر، وأنا بتمشى في وسط الأراضي الزراعية وقعت عيني على المسكين اللي قدام حضراتكم ده، مربوط من رقبته والحبل للأسف الشديد ضيق جدا على رقبته. والحمد لله رب العالمين كان وقتها معايا أكل، وأول حاجة عملتها حطيت له اكل. قعد ياكل المسكين ومن شده جوعه ما وقفش اكل. للاسف الشديد اغلب الناس في مجتمعنا ما عندهاش توعيه، ما تعرفش يعني ايه اربي حيوان للحراسه تربيه محترمه. احترامك ورحمتك للمخلوقات الضعيفه دي هو امر من الله ورسوله. الوفي اللي قدام حضراتكم ده ما نسيش ان هو في المكان ده للحراسه، والوفي اللي قدامكم دوت لا يقل اهميه عن الحيوانات التانيه اللي هو بيحرسها. مش معنى ان هو سابني ااكله فهو هيديني اخلاصه ووفائه، لا يا فندم، اخلاصه ووفائه لصاحبه، لصاحب المكان، للمكان نفسه. الراجل الطيب ده قرر انه يربي الوفي ده للحراسه، وحطه قدام الحظيره اللي فيها المواشي بتاعته، ولكنه كان محتاج وعي. كان لازم يفهم ان الحيوان اللي هو ربطه دوت هو لا يقل اهميه عن المواشي اللي جوه الحظيره. فلذلك يا حضرات بما ان عندكم وعي وبما اني عندي وعي فهنا انا المسؤول، هنا لازم اوعي، هنا لازم انقذ انسان وحيوان. اول حاجه عملتها رحت لصاحب الوفي وخليته يفك الكلب، ووضحت له وشرحت له ان معاملتنا ليهم سبب في دخول جنه ونار. وضحت للراجل الطيب ان الحيوان المسكين ده لا يقل اهميه عن باقي حيواناتك كلها. عرفته وفهمته بكل هدوء وبكل ادب ان الحيوان المسكين ده لو جه حرامي لا قدر الله يسرق المواشي هو هينبهه، هيهوهو عليه لحد ما انت تاخد بالك، ولو مفكوك هيهجم عليه. وفي بدايه كلامي معاه كان بيني وبينه تحدي، قال لي لو فكيته هيهرب، لو فكيته هيجري. والحمد لله كسبت التحدي، وكان عندي ثقة كبيرة في الوفي اللي قدامكم ده ان هو حارس المكان، الحارس الشخصي للراجل الطيب. وبما ان الوفي اللي قدامكم دوت اثبت اخلاصه ووفائه للمكان ولصاحب المكان، اكدت عليه ان الحيوان المسكين ده اللي لا يتكلم لا يقل اهمية عن باقي الحيوانات اللي عندك، من حقه ياكل ويشرب زي بقية الحيوانات التانية، بل اهم من الحيوانات التانية. والحمد لله ربنا وفقني في التوعية، وفقني في انقاذ حيوان مسكين لا يتكلم. واهم رسالة في المحتوى ده يا حضرات هي ليكم انتم. انا عارف ومتأكد ان حضراتكم عندكم وعي كبير جدا، عندكم وعي في تربية الحيوان برحمة باحترام. فلذلك يا حضرات كل اللي بطلبه منكم لما تشوفوا حيوان لا يتكلم، لا عنده القدرة انه يدافع عن نفسه وبيتعرض للإهانة، هنا لازم تقوم بدورك كإنسان واعي، كإنسان عنده رحمة، إنسان مسؤول ويقوم بدور منسق المجتمع المدني. ما ينفعش يا فندم نسيب المشكلة ونمشي، ما ينفعش يا فندم نصور ونمشي. لازم أقوم بدوري كمسؤول، لازم أقوم بدوري كإنسان واعي، لازم أقوم بدوري كإنسان عنده رحمة، لازم أقوم بدوري كإنسان لا يرضى الظلم للإنسان ولا للحيوان. وفي معلومة مهمة حابب أأكد على حضراتكم فيها، أي كلب، أي وفي بيقوم بدور الحراسة تابع لإنسان اوعى تقرب منه، لأن يا فندم وبكل بساطة كل إخلاصه وكل وفائه هو للإنسان اللي رباه، حتى ولو كان بلدي. الفرق بين البلدي اللي عايش في الشارع والبلدي اللي أنا ربيته للحراسة مختلف تماما يا فندم. فلذلك بأكد على حضراتكم أي كلب أيا كان نوعه للحراسة أو تابع لشخص اوعى تقرب منه إلا لما يكون صاحبه موجود، إلا لما صاحبه يديله أمر إنه يحترمك، يرحب بوجودك. وبإذن الله صوتي يوصل لجميع القرى وجميع المحافظات في مصر، يوصل جميع أنحاء العالم.